انتقلت بالأمس الفنانة القديرة خديجة أسد إلى جوار ربها بعد صراع طويل مع المرض تلقت فيه العلاج بالكيماوي، إلى أنها لم تتحمل فالتحقت برفيق دربها الفنان الراحل عزيز سعد الله الذي غادرنا قبل سنتين من الآن. الفنانة الراحلة خديجة أسد المعروفة بلالا فاطمة نسبة إلى السلسلة الناجحة التي تحمل نفس الاسم، عملت بالمسرح والسينما والتلفزيون رفقة رفيق دربها الراحل عزيز سعد الله، وشكل معا ثنائيا رائعا خلق حالة فنية منفردة في الفن المغربي الدرامي والكوميدي. أسس الثنائي المتفرد خديجة أسد وعزيز سعد الله مسرح الثمانين، وقدم من خلاله عروضا لأكثر من 20 سنة داخل المغرب وخارجه. سنة 2000 انتقل الثنائي إلى كندا من أجل أبنائهم، وقدموا عروضا متفردة للجالية المغربية. عرفت خديجة أسد بقوة التشخيص واشتغلت مع عمالقة الفن المغربي. توفي زوجها سنة 2020 إثر تداعيات المرض، كان آخر أعمالها قصارية أفلا سنة 2021 لتلتحق برفيق دربها بعد سنتين من وفاته.